ساعة بنقول ولو ما نترك الجيش بالجنوب وبدنا نحطه بمواجهة إسرائيل، كأنه عادة جيوش العالم ما بتنحط على الحدود وبتواجه أي اعتداء غريب علينا. هون بنقول حرام، لا اسحبوا الجيش لأنه ما عنده قدرة يواجه إسرائيل، بس ابعتوه على الضاحية ليواجه حزب الله ويفوت على قلب زواريب الضاحية ويعمل فتنة داخلية ونخلق انشقاق بالجيش اللبناني. يا عمي اليوم نحن هيدي الدولة فيها مكونات عيشة داخل الدولة بقلب كل مؤسسات الدولة، عم نجي نحن نقول لمكون كبير مثل المكون الشيعي انه في فريق بلبنان بده يخلص منك ويكبك بالبحر. هودي مش فلسطينيه قبل 82 ايام ياسر عرفات نركبهم باخره ونفللهم. اعتقاد البعض انه بده يبعثهم على العراق ويبعثهم على اليمن ويبعثهم لوين، اعتقاد خاطئ، لانه هيدا لك مشكله بالداخل. هيدا مثلك لبناني وحامل باسبور وبده يقعد مطرح ما بده على الاراضي اللبنانيه، وما فيك تعمل معه هيدا المشكل الكبير اللي عم تحكي عنه. مش ساعه اللي بدك بتحب الجيش اوعى يدافع عن لبنان بوجه الاعتداء الخارجي، بس خليه يفوت بمعركة داخلية ندمره ونحطمه ونقسمه ونخلق نحن مثل ما صار فينا بال75 جيش يعني منكسر أو جيش مهمك أو جيش منقسم على بعضه.